عدم جاهزية محمد هاني على المستوى الفني والبدني قد تدفع كولر لتأجيل إدخاله مع الفريق في المباريات قليلا. قناة الأهلي تدعم محمد الشناوي في ظل ما يتعرض له من انتقادات عارمة، وتؤكد أن انتقاد الجماهير له يأتي على قدر المحبة، وتطالبه بالتركيز في الملعب فقط وعدم الاستجابة للضغوط لاستعادة مستواه، وتتمنى أن تتوقف الجماهير عن الانتقادات الحادة ودعم الفريق وكل اللاعبين. بيراميدز يتراجع عن التعاقد مع أكرم توفيق بعد إبلاغه من اللاعب أنه إذا رحل عن الأهلي سيفضل الانتقال لفريق خارج مصر. إقبال ضعيف جدا من جماهير الأهلي على شراء تذاكر مباراة الفريق أمام سموحة في الدوري بسبب إقامة المباراة في 4 عصرا وفي يوم عمل. حالة من الرضا الكبيرة تسيطر على كولر ولاعبي الفريق بالتطور الملحوظ في أرضية ملعب مختار التتش بعد تطويرها في الفترة الأخيرة. السولية وربيعة وأفشة وكباتن الفريق يتحدثون مع زملائهم على ضرورة الوقوف مع أنفسهم في ظل التراجع الغريب في المستوى والنتائج الفترة الأخيرة، خصوصا أن الفترة المقبلة لا تتحمل أي إخفاق جديد سواء على المستوى المحلي أو القاري. علي معلول يرفض عرض نادي الخور القطري بسبب منافسته على الهبوط، ويفضل الانتظار لنهاية شهر يناير على أمل أن يتغير موقف الأهلي أو تلقيه عرض أفضل. ومصدر مقرب من اللاعب يؤكد أنه لا صحة لكل ما أثير عبر مواقع السوشيال ميديا عن تلقيه عرض من الترجي التونسي. نادي خور القطري ينفي كل ما يصار حول إرسال عرض للأهلي لشراء حسين الشحات. وكيل أعمال يوسف ساليتش يرفض الرد على استفسارات الصحفيين عن مستجدات مفاوضات الأهلي مع موكله، ويؤكد للجميع أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل اللاعب حاليا، ويكتفي بقول أن موكله كان في زيارة للأردن في الأيام الأخيرة لزيارة عائلته والجلوس مع بعض أفراد الجهاز الفني للمنتخب الأردني، والتأكيد أيضا أنه من الممكن أن يحصل على جنسية الدنمارك أو بولندا أو الأردن الفترة القادمة. بعد مكالمة مطولة مع خالد مرتجي أمين الصندوق بالأهلي، وكيل أعمال مارسيل كولر يؤكد للمدير الفني أنه حصل على تأكيدات من مسؤول الأهلي بأنه لا يوجد أي تفكير في إقالته، لكنه مطالب بمعالجة بعض الأمور وتحسين المستوى والنتائج الفترة القادمة حتى تستمر العلاقة بينه وبين النادي. ويؤكد له أيضا أن إدارة النادي حريصين كل الحرص على دعمه في الأيام القادمة بالصفقات التي طلبها، لكنهم يواجهون بعض الصعوبات بسبب رفض معظم الأندية التفريط في لاعبيهم في منتصف الموسم، على غرار ما حدث من الشمال القطري في صفقة بغداد بنجاح. حالة من الحزن الشديدة تسيطر على أكرم توفيق من تطاول البعض عليه وعلى زوجته في الأيام الأخيرة عبر رسائل الواتساب ومواقع السوشيال ميديا بسبب أنباء اتفاقه مع الشمال القطري. واللاعب يؤكد للمقربين أنه من الطبيعي جدا أن يبحث أي شخص عن مستقبله بعدما رفض العرض الأول الذي توقف عند 12 مليون جنيه. رام ربيعة ينتظر أن يرفع الأهلي عرضه المالي قليلا لإنهاء ملف تجديد عقده في الأيام القادمة في ظل رغبته في استكمال مسيرته مع الفريق الأحمر. وكيل لاعبين شهير يحذر الأهلي من التأخر في ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم أكثر من ذلك في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي يتعرض لها من الشمال القطري. كريم الدبيس لاعب الأهلي يحتفل بحفل زفافه قبل مواجهة سموحة بالدوري. مصادر مقربة من الكابتن محمود الخطيب تؤكد أن رئيس النادي قد يتوجه إلى خارج مصر في الأيام القادمة لبضعة أيام للحصول على كورس علاجي، لكنه يحاول إنهاء الصفقات أولا قبل سفره. أحمد شوبير يؤكد أنه يقدر غضب جماهير الأهلي، لكنه يتمنى ألا يكون الجمهور قاصف انتقاده للشناوي ولا أي لاعب في الفريق، خاصة أنه وارد أن يخطئ أي حارس مرمى وأي لاعب في العالم. ويؤكد أن الدعم لابد منه الفترة القادمة بعد إخراج كل شخص غضبه خلال الأيام الماضية، خاصة أنه من مصلحة الأهلي أن يصطف الجميع حاليا ويكون وراء الفريق، ويتمنى أن يكون الانتقاد بناء لكل عناصر المنظومة وليس هدام. ويؤكد للجماهير أن الأهلي قد يغير طريقة لعبه الفترة القادمة في ظل سعي النادي للتعاقد مع مهاجم قوي جدا، وأن الأهلي لن يقبل بإنهاء الميركاتو الحالي إلا بتواجد لاعبين أقوياء وثنائي مميز على الأقل في كل مركز. ويلمح لرحيل بيرسي تاو ويوسف أيمن حافظ إلى قطر خلال الساعات القادمة دون ذكر أسمائهم. ويؤكد أيضا أن فرص بقاء أكرم توفيق حتى الآن أكبر من فرص رحيله، وأن هناك قناعة تامة في الأهلي باستمرار عمرو السولية، لكن إذا جاء عرض جيد للاعب سيتم الموافقة عليه تقديرا للاعب وتاريخه. أما فيما يخص علي معلول فكولر يتابع اللاعب حاليا لتحديد موقفه، وما زال حتى الآن هناك تمسك من إدارة الأهلي باستمراره مع الفريق، وأنه على المستوى الشخصي يتمنى استمرار اللاعب التونسي، لكن القرار في النهاية سيعود لكولر المدير الفني.
عثمان العضيبي أحد محبي الأهلي في المملكة العربية السعودية يدافع عن الخطيب ضد الانتقادات الجماهيرية له ولإدارته على موقع إكس، ويتعجب بشدة من انتقاد الجماهير لناديهم وإدارته في ظل السيطرة المحلية والقارية على معظم البطولات في آخر 10 سنوات، ويؤكد أنه ليس طبيعي كل تلك الانتقادات بسبب خسارة مباراة. ويؤكد أيضا أن رئيس الأهلي قضى 80% من حياته في خدمة الأهلي ويستحق كل الشكر والتقدير على كل المجهودات التي يقوم بها في ظل معاناته صحيا. أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي يطلب من النيابة العامة سماع أقوال كل الأشخاص الذين تدخلوا في صفقة زين الدين بالعيد للتأكد من أن كل ادعاءات أحمد القندوسي عليه باطلة. ومصدر يؤكد أنه لا صحة لكل ما أثير في الساعات الماضية عن فتح النادي الأهلي ملف عودة اللاعب الجزائري مجددا. كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة ينتقد بشدة قرار الأهلي بعرض القندوسي للبيع بعد أزمته مع أمير توفيق، ويؤكد أنه كان قرار عنيف وخاطئ، والأهلي فرط في موهبة صعب تعويضها والفريق في حاجة ماسة لها حاليا، مثل أليو ديانج أيضا الذي تمت الموافقة على إعارته بشكل غريب. النيابة العامة تطالب مسؤول مروان حمدي لاعب بيراميدز للتحقيق في قضية سب جمهور الأهلي في الموسم الماضي. العديد من جماهير الأهلي ينتقدون مجدي طلبة نجم الأهلي السابق بسبب هجومه المبالغ فيه على إمام عاشور، ومطالبته بجلوس اللاعب بديلا رغم محاولات اللاعب استعادة مستواه وظهوره بشكل أفضل عن السابق. جماهير الزمالك تنشر على صفحاتهم فيديو للفنانة الشابة منى فاروق وهي تهاجم فيه أحد اللاعبين دون ذكر اسمه وتصفه بالعيل الصغير والنسوانجي والذي كان يحاول الزواج منها، وتحاول بكل قذارة ربط كلامها باسم إمام عاشور في محاولة للضرب في إمام والتأثير على تركيزه مجددا والتسبب له في مشاكل بمنزله. بيراميدز يقلب الطاولة على الترجي التونسي ويحقق ريمونتادا بتسجيل هدفين بلس 90 بعدما كان متأخر في النتيجة ليخطف 3 نقاط في غاية الأهمية، وقد يكون سببا في تأهله لأول مرة في تاريخه لربع نهائي دور الأبطال في الجولات القادمة. الزمالك يتعادل سلبيا مع المصري البورسعيدي في الكونفدرالية ويحافظ على تصدره للمجموعة قبل الجولات الحاسمة. جماهير الأهلي على مواقع السوشيال ميديا تحيي جماهير الزمالك التي حضرت مباراة المصري البورسعيدي اليوم وأحيت ذكرى شهداء الأهلي رغم تعرضهم لشتائم من جماهير الفريق البورسعيدي. إبراهيم عادل يتصدر ترند تويتر بعد هدفه المميز أمام الترجي التونسي، وجماهير الأهلي تؤكد أنه لو كان لاعبا في الأهلي لكان في مكانة أخرى تماما. ومصدر بالأهلي يؤكد أن كولر وصف إبراهيم عادل سابقا في اجتماعه مع لجنة التخطيط أنه أفضل جناح محلي بالدوري مع زيزو، لكنه علم بصعوبة ضم اللاعب بسبب تواجده في نادي منافس. مصطفى فتحي بعد فوز بيراميدز على الترجي: بشكر ربنا على هذا الفوز وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وكل فرد في الفريق يركز سواء شارك أساسيا أو بديلا، ومن يشارك كبديل يكون جاهز لصناعة الفارق، وهو ما حدث اليوم. نحن نؤمن بأنفسنا ولدينا دعم كبير من الجهاز الفني ومجلس الإدارة، وهو ما يمنحنا حافز إضافي للقتال في المباريات، ونريد تحقيق إنجاز هذا الموسم ونعمل بكل جهد للوصول إلى هدفنا. مواجهة فريق بحجم الترجي دائما ما تكون صعبة، لكن عودتنا في النتيجة خلال 5 دقائق تظهر مدى قوتنا وإصرارنا، وأعتقد نحن قادرين على مواجهة أي خصم والتفوق عليه بفضل روح الفريق والإيمان بقدراتنا.